انت شايف الصورة من بره شوية ترندات ملهاش أي قيمة، لكن الحقيقة إن مصر عظيمة. تعالوا أقول لكم إحنا مين. إحنا شعب مش عادي، إحنا شعب علم العالم كله يعني إيه حضارة. المصري القديم كان بيكتب وبيعلم وبيبني وبيحكم وبيحلم، وعندي دليل لكل ده. امحتب كان أول طبيب ومهندس، مرت بتاح أول طبيبة، حتشبسوت أول رئيسة وزراء، كليوباترا اتكلمت أكتر من 9 لغات وكانت سياسية بارعة جدا. ومع تغيير الزمن مصر فضلت دايما منارة علمية للجميع وفي قلب كل مشهد. ابن الهيثم مؤسس علم البصريات، والسيوطي اللي جمع ما بين علم الدين والأدب واللغة، والمقريزي مؤرخ مصر الأول. هنلاقي في كل مجال ألف علامة. في الثقافة طه حسين، نجيب محفوظ، عباس العقاد، وأمير الشعراء أحمد شوقي. وفي الفن عبد المطلب وأم كلثوم وعبد الحليم ومحمد فوزي وبليغ حمدي. وفي العلوم مصطفى مشرفة وأحمد زويل. وفي الرياضة محمود الجوهري. وفي الفن التشكيلي محمود مختار ومحمود خليل وإنجي أفلاطون. وفي الهندسة علي باشا مبارك. والمعماري مصطفى باشا فهمي اللي ساهم في تأسيس كلية الهندسة وتخطيط القاهرة. وكل يوم في مصريين بيشتغلوا في صمت. مصر مش كام ترند ومش كام صورة سلبية اتصدرت لينا، مصر علمت العالم ولسه بتعلم. احنا ولاد حضارة، واحنا اللي هنكمل المشوار، والمشوار لسه مخلص، ولسه في شباب بتكمل الطريق ده من أيام أجدادنا واحنا بنتولد عظماء. قولولي في التعليقات مين المصريين اللي بتفتخروا بيهم.